اليوم غادي نسافروا لعالم الخيل، هاد المخلوقات الجميلة والقوية. ولكن كاين واحد السر حزين كيحير بزاف ديال الناس. علاش الحصان إلا تهرسات رجلو كنتيريو فيه أو كنعطيوه إبرة الرحمة بدل ما نعالجوه؟ واش الطب الحديث عجز يجبر عظم مهرس؟ القصة كتبدا من التصميم العجيب ديال الحصان. جسمه مصمم كتحفة هندسية لسرعات كتفوت 60 حتى ل 70 كيلومتر في الساعة. ولكن هاد السرعة عندها ثمن. الحصان اللي كيوزن 500 كيلو، 60% من هاد الوزن يعني 300 كيلو كتكون هزاها غير رجلين للقدام. والمشكلة أن الرجل ديال الحصان من التحت ما فيهاش عضلات أو لحم باش تمتص الصدمة، فيها غير جلدة، أعظم وأوتار. فملي كيتهرس هاد العظم اللي قاصح وخفيف ما كيتشقش غير شوية، بل كيتفرتت بحال الدجاج وكيولي كسر مفتت. هاد الشظايا كتخترق وتقطع الجلد، وحيت الدورة الدموية ضعيفة في ديك البلاصة الجرح صعيب يبرى، والخلايا كتموت وكيوقع تعفن مميت. يقدر يقول شي واحد نديرو ليه القبص ونعسوه يرتاح شهور. هنا كاينه المصيبة الكبيرة. الحصان مخلوق باش يبقى واقف حتى في النعاس، وما يقدرش يبقى ناعس مدة طويلة. إلى نعس الوزن ديالو الثقيل كيضغط على العضلات والأعصاب ديالو وكيقتلها، وهذا الشيء كيتسمى بمتلازمة الحيز. والمعدة ديالو اللي عبارة على مصنع ديال التخمير كيخدم بالحركة غادي تحبس، والغازات غادي تجمع ودير ليه وجع ومغص قاتل، وممكن تنفجر الأمعاء ديالو